السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا ألف خير. النهاردة عايزة اتكلم عن كتاب حلو قوي كنت أول مرة أسمع عنه، وهو The Courage to be Disliked، يعني الشجاعة في أن تكون في محل عدم إعجاب الآخرين. وبصراحة دي يعني جملة غريبة شوية على ودنا كلنا، لأن احنا للأسف بنعيش حياتنا على أساس رضا الآخرين. بس هل احنا بنعمل كده عشان احنا مقتنعين اصلا ان الحاجة اللي احنا بنعملها لمصلحتنا احنا، ولا عشان نعجب بيها الناس اللي في حياتنا؟ افتكروا كده معايا كام حاجة كلنا كنا ماشيين فيها في حياتنا، وكام موقف وكام رد فعل وكام اختيار اخترناه في حياتنا، ولما نيجي نفكر فيه او في العواقب بتاعته نحس ان هو احنا ليه اخترنا الاختيار ده. فلما نيجي نفكر شوية في العمق هنلاقي ان الجذر بتاع التفكير ده او الخلفية بتاعتنا هو ان انا فلان كان عايزني اعمل ده، فلانة كانت هتتبسط لما اعمل الحاجة دي، علان كان هيتبسط لما اروح المشوار ده معاه، وهكذا. يعني مش انا في قرارة نفسي اللي كنت عايزة اعمل الحاجة دي، سواء انا فيها مصلحتي او انا عايز وحابب ان انا ارضي الطرف التاني ده بكل ممنونية وبكل سعادة. مش بعد كده هاجي واقول له انا ضيعت وقتي وعملت لك الحاجة دي. فهنقسم الموضوع لاربع نقاط. اول نقطة اتكلم عنها وهو فكرة الماضي. الماضي لا يحددك. يعني ايه؟ يعني التجارب بتاعتنا، الافكار بتاعتنا او اي حاجة عملناها في الماضي اللي بنقعد نحاسب نفسنا فيها بالسنتوفة، دي مش احنا. يعني ايه مش احنا؟ يعني مثلا لو انتي جربتي تجربة وفشلتي فيها زمان، ما يجيش حد يقولك انتي فاشلة. لا، مش انتي اللي فاشلة، انتي جربتي تجربة والأول مرة وما نجحتيش فيها، عادي، اتعلمتي منها. دايما دوري على الحاجة اللي تفشلي فيها وخرجي من المحنة منحة ليكي، خرجي منها الحاجة الكويسة. خرجي انا اتعلمت ايه. مفيش حاجة ربنا يحطها في طريقنا ولا هيخلي الفكرة تدخل في دماغك وتجربيها الا لما يكون فيها حاجة في مصلحتك. فدايما ندور انا اتعلمت ايه من الفشل او الموقف ده. ده مش معناه ان انا اللي فاشلة، لا، انا كنت بجرب وفشلت في التجربة دي لكن هنجح في المرة اللي بعدها. دايما حاولي تكتبي القصة الخاصة بيكي انتي. انا فلانة عملت كذا وكذا وانجزت كذا وانا صاحبة كذا وكذا. انتي اللي بتحددي القصة بتاعتك وبترويها ليكي لنفسك الاول، وبالتالي الناس هتشوفها. يعني ما تقوليش ان انا زي اللي على راسه بطحة، اول ما هطلع قدام الناس كلهم هيشاوروا عليا وهيقولوا الفاشلة اهي، مش عارف ايه، دي معرفتش تعمل كذا. لا، انت اللي بتحطي القصة لنفسك. انتي لو من جواكي عارفة ان انا نجحت، ان انا جربت اصلا، في غيري نايم على الكنبة ما بيجربش، هتبقى هي دي القصة اللي هيصدقها الناس. خليكي واثقة في نفسك. تاني نقطة اتكلم عنها وهو ان انا اعيد مهمتي او اعيد تعريف مهمتي في الحياة. الميشن بتاعتنا ايه؟ هي الميشن بتاعتي. ركزي على ادوارك الخاصة بيكي. الحاجة اللي تقدري تعمليها اعمليها، اوعي تشيلي شيلة مش بتاعتك. مشكلتنا ان احنا دايما بنشيل هم رضا الناس وهم اسعاد الاخرين. بتبقى بحسن نية جدا ان هو حد تعبان او حد زعلان من موضوع معين. في ناس بتقدر ان احنا او بتقبل مساعدتنا ان احنا مثلا نخرجها خروجه حلوه فتتبسط، نتكلم معاها فتتفك شويه. في ناس تانية لا، انا مش قادر، سيبوني ان انا اتعلم الدرس بتاعي. هو ده الفكرة، ان انا لما اقعد اتدخل في اصلاح مشاعر الناس، طب امتى الشخص ده هيتعلم؟ زي ما انا بيحصل لي تجارب وبتعلم منها ولازم اقف عندها، هو كمان في التجارب بتاعته لازم يتعلم منها. عشان كده لازم اسيب الناس تخرج من الحالة دي بنفسها. ايوه احنا لينا دور ولازم نساعدهم ونقف جنبهم، بس مش دورنا ان احنا نخرجهم من الحالة دي. احنا دورنا بس ناخد بايديهم. خرجوا معانا اوكي، ما خرجوش نسيبهم شوية لحد ما يتعلموا الدرس بتاعهم. تالت نقطة عايزة اتكلم فيها وهي كسر فكرة السعي خلف الإعجاب. يعني احنا احيانا بنجري ورا اعجاب الناس، وده بيكون لاسباب معينة. يا اما خوف من الرفض، يا اما عدم تقدير لنفسنا، يا اما اساسا فكرة ان احنا عايزين ننتمي للناس دي وخلاص. طب ازاي انا اخرج من الدايرة بتاعت الاعجاب دي؟ اول حاجة محتاج ان انا اتخلى ان انا ما عنديش قيمة. لا، انا راجع نفسي، لا، انا قيمتي في ذاتي زي ما شرحنا قبل كده. انت قيمتك في ذاتك ان بس مجرد ما ربنا نفخ فيه من روحك
من روح ربنا وخلاكي نزلتي على الارض عشان تعمريها، يبقى انت ليكي قيمة، دي لوحديها كفاية. انتي بقى اشتغلي على نفسك، طوريها، شوفي ايه الحاجة القوية والمميزة فيكي، استغليها وكبريها، شوفي ايه نقط الضعف وحاولي ان انتي تحسني منها واحدة واحدة. لو 1% بس على مدار السنة كلها هتكوني اتحسنت بشكل كبير قوي. وفكرة عدم الانتماء، لازم اتخلى عن ان انا مش لازم اكون انتمي لكل الناس. معظمنا بتحس ان احنا لما نكون داخلين جوه عيلة لازم نكون شبههم حتى لو ارائهم مش عاجبانا. لو دخلنا في وسط اصحاب لازم نكون شبههم ولازم نروح الاماكن بتاعتهم. عادي، عادي ممكن ما نبقى مختلفين، مش لازم ننتمي لكل شلة بندخلها، مش لازم ننتمي لكل عيلة بندخلها، مش لازم. ممكن انتي مختلفة، خليكي مختلفة وخلي بصمتك مختلفة وتشبه شخصيتك انتي. كمان لازم نتخلى عن فكرة الرفض بان بتعملي حاجات كتير ملهاش علاقة بشخصيتك. فحاولي تتخلي عن الفكرة دي ان انتي مختلفة زي ما احنا شرحنا، وانك بتعملي الحاجة علشان انتي حباها، عشان انتي عايزاها، عشان في هدف ورا الموضوع ده. مش لازم بقى تتوافق مع كل الناس، كل واحد ليه تجاربه وليه آراءه وليه قيمه اللي هو عايش بيها. فمش أي حد هتعجبه الحاجة اللي انت عاملاها، زي بالظبط ما انت مش هيعجبك اي حاجة بتعملها الناس، مش كل الناس هتعجبك يعني، ده اكيد. فلازم نتخلى عن السعي ورا تقبل او ورا اعجاب الاخرين. رابع حاجة عايزة اتكلم فيها وهي المساهمة في المجتمع. يعني ايه؟ يعني لو انت ليكي دور في المجتمع اكيد هتعملي الحاجة الصح، مش هتعملي بس الحاجة اللي بتعجب الناس. مش حتة بقى فكرة ترند بيطلع فانا ادوس فيه. طب يبقى ممكن الترند ده مش بيتوافق مع شخصيتي اصلا. يعني انا مثلا مش الشخصيات الهاديه، فما اعرفش اعمل ترندات اللي هي الرقص والهبل وكده. حتى لو انا نفسي في البيت بحس ان انا مستغربه نفسي، انا من الشخصيات الهاديه ممكن اعمله مره مرتين، انما مش دي شخصيتي. فعمرنا ما نعمل حاجة مختلفة عن شخصيتنا وهنحس ان احنا لينا دور في المجتمع، هنحس ان احنا لينا تأثير على اللي حوالينا وبنعمل حاجة. يبقى بنركز على الحاجة الصح والحاجة اللي شبه شخصيتنا، مش الحاجة اللي كل الناس عايزاها. اخر حاجة عايزة اتكلم فيها وهي ان السعي ورا فكرة ان احنا نعجب كل الناس دي لوحديها قيد بيقيدنا، كأننا بنكتف نفسنا ورا آراء الناس ورا أفكارهم ورا شخصياتهم، وفي الآخر بنتحول إن احنا مسجونين، مسجونين في أفكار الناس وفي حياتهم. خليكي حرة، الحرية إنك تكوني بتعملي الحاجة اللي شبهك وشبه شخصيتك وفي نفس الوقت تكوني مسؤولة عنها. يعني ما تعمليهاش وفي الآخر ترمي مسؤوليتها على حد غيرك وتقولي فلان قال. لا، طالما انت اللي عاملاها من قرارك انت وحاجة شبهك انت، عمرك ما هتبقي تقولي ان ترمي مسؤوليتها على حد تاني. بالعكس، هتبقي مسؤولة كويس قوي عن دورك وعن قراراتك وحياتك، مش عن آراء الناس بس. خليكي انت بطلة حياتك، انت اللي بتصنعي القصة وانت اللي بتحكيها وانت اللي بترويها، كأنك كده بتكتبي فيلم. انت الكاتبة وانت المؤلفة وانت الجمهور كمان وانت الراوية وانت الممثلة، كل حاجة كل حاجة، انت البطلة بتاعت حياتك. ده مش معناه ان انت تحملي نفسك فوق طاقتها، لا بالعكس، ده معناه ان انت مسؤولة، كأن صفحة بيضة وانت بتكتبيها بنفسك. فحاولي تكتبي الحاجة اللي لما تقفي قدام ربنا تحسي انك راضية عنها، تحس ان انت حتى لو عملتي اخطاء فانت فعلا كنت مسؤولة عنها وبتستغفري ربنا وبتتوبي عليها. اوعي تحملي حد مسؤوليتك انت. خلي بالك على نفسك وحبيها وتقبليها زي ما هي. اشوفك على خير في الفيديو الجاي.